مع اني مش بتاعه الترند، بس ان شاء الله النهارده هعمل معاكم تورته احمد الزامل او التورته الكرانشي اللي بتتعمل بكورن فليكس. انا مش بحب قوي الترندات، بس بصراحه يعني هم عيالي كانوا شطانين فيها جدا، فقلت خلاص انا هعملها وهنشوف الطعم بتاعها وهقول لكم برضه رايي فيها. مبدئيا انا هنا كنت عامله سبونج عندي جاهز، جايبه كيلو الا ربع، عاملاه في صينيه مقاس 30 في 40. حط عليه 9 بيضات، وحط عليه فانيليا، وحط عليه كوبايه الا ربع ميه ومعلقه خل. ضربته في العجين وسويته في الفرن، طلعته على درجه حراره 180 لمده ساعه الا ربع. طلع عندي الكيك الهش الجميل التحفه اللي انتوا شايفينه. انتي بقى عايزه تعملي الكيك بتاعك فاتش، مفيش مشكله، الطريقه بتاعته موجوده عندنا وكلنا عارفينها. عايزه تعملي الكيك الشوكولاته العادي خالص اللي انتي بتعمليه لاولادك في البيت، اعمليه. عايزه تعمليه في قالب مدور وتزيني فيه، مفيش مشكله. عايزه تعمليه في قالب مربع وتقطعيه وتحطيه في علب، برضه مفيش مشكله. الكيكه يا جماعه دي اعتمادها ان انتي عامله كيكه شوكولاته طعمها حلو هشه كده ولافلي زي ما انتي بتعرفي تعمليها وشطوره، وهنقطعها على مقاسات العلب بتاعتنا. ولو عملناها في قالب حطينا فيه كل الشغل من غير ما نشيل ونحط، مفيش اي مشكله. يعني زي ما هي كده الكيكه بتاعتك قلبتيها جوه الصينيه اللي خبزتيها فيها. هنبتدي نسقيها. انا هشيل الاجزاء اللي بقيت دي على جنب، لان انا بصراحه هشتغل بيها حاجه تانية، بس انا حبيت ان انا اعمل واحده بس منها من الكيكه الكرانشي دي. الخطوة التانية ان انا هبتدي اسقيها بكاكاو باللبن او كاكاو بالكريمة. نخففه ونضربه مع بعض. يعني هاتي كاكاو كده محلى عندك وابتدي اعمليه بشوية لبن وسكر واسقي بيه الكيكة عشان تبقى طرية. هي فكرة الكيكة دي ان هي بتبقى طرية. هنا دي طبقة من الكريمة بتاعة الكريم شانتيه. انا ضايفة عليها كيس كريم كراميل، ضايفة عليها كريم باستري عشان تحلي الطعم بتاعي. وهبتدي احط عليها طبقة من النوتيلا او بديل النوتيلا اللي هو سما. مدفيها شوية في الميكرويف عشان تدي معايا سلاسة وانا بستخدمها. بس برضو انا كنشوة بعد ما خلصت التورتة دي خالص قلت يا ريتني ما حطيت الطبقة بتاعة النوتيلا. يعني كانت طبقة الكيك مع طبقة الكريمة مع طبقة الكرانش اللي احنا هنعمله دلوقتي بالكورن فليكس، كانت هتبقى اخف شوية. وطعمها كان هيبقى احلى. انا مش بحب يعني فكرة الشوكولاتات الكتير قوي. في ناس بصراحة بتحب تغرق كل حاجة شوكولاتة. بحس بعدها ان انا فقدت طعم الحاجة، وان انا بقى فيه تسكيرة في بقي او بقى فيه تمويع في بقي. انا فاقدة معاها الطعم، انا مش متذوق دلوقتي. لكن هي كيك الشوكولاتة اللي كان مسقي بالكاكاو وعليه طبقة من الكريمة اللي احنا ضايفين عليها كريم كراميلا كريم باستري. ومن غير ما نحط عليها سكر. يعني كريم شانتيه حطيت عليه كريم باستري، حطيت عليه كريم كراميل، الاتنين فيهم نسبة سكر فسكروا لي الكريمة. لو مش متواجدين عندي يبقى هحط الكريم شانتيه واحط عليه معلقتين سكر. هنا ده الكورن فليكس انا خدته الحبيبات الرفيعة، الشكل اللي هو بيبقى مدور كده ورفيع. حطيت عليه معلقتين من النوتيلا، وحطيت عليه حوالي 3 معالق من الكاكاو المحلى. ممكن نستخدم كاكاو عادي مش محلى لان النوتيلا هتحلي طعمه، بس انا بصراحة حسيت ان ممكن يمرره فخفت من الموضوع ان انا استخدم كاكاو يكون مر. فاستخدمت بصراحة كاكاو محلى. انا كنت شايفة ان كفاية قوي عليا ان انا استخدم الطبقة دي من غير ما احط النوتيلا. هي ما كانش طعمها وحش والولاد حبوها، بس انا بتكلم على تذوقي انا للحاجة. كنت شايفة ان طبقة النوتيلا من غيرها كانت الدنيا هتبقى اخف واحلى. حطيت الطبقة كلها بتاعت الكورن فليكس، بحاول اوزعها، ما بحطهاش كلها في مكان واحد عشان برضو ما تاخدش الشوكولاتة بتاعت النوتيلا معاها. وبعد ما بفرد كل الطبقات ببتدي ان انا احط تاني رشة من الكاكاو المحلى او من الكاكاو الخام زي ما احنا اتفقنا. بس لازم يا جماعة الكاكاو يكون جودة ونوع كويس جدا عشان خاطر هو ده يعني عامل اساسي في الطعم بتاع الكيكة او الطعم بتاع التورته دي او العلبه دي. هنا خلاص خلصنا. ببتدي بقى احطها في التلاجة تاني عشان خاطر كل اللي احنا عملناه ده يتجانس مع بعضه، ولما نبتدي ناكلها تدي معانا طعم حلو. ده الشكل بتاع المنتج النهائي. تقييمي ليها ان هي كانت حلوة، يعني من الترندات الحلوة الخفيفة اللي ما كانش فيها حاجات كتير في بعضها. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واسمع ان شاء الله رايكم في الكومنتات، ولو في اي استفسار انا معاكم. ويعني شوية دعم يا جماعة بقى كده، لايكات كومنتات يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.